فين بقى الناس اللي بتاكل اول يوم العيد فسيخ ورنجة وسردين؟ تعالوا النهارده بسرعه كده وسيبكم من زحمه الطلبات، وهاتيلي كيلو سردين وتعالي هقولك على احلى طريقه لتخليل السردين. بصوا، ولا غلطه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. هاتي كميه السردين اللي انت عايزاها، بس اهم حاجه يكون طازه كده وفريش، ونقيه بالواحده. بنغسله بالطريقه دي، ان احنا بنسقطه كده في الميه، ما بنسيبش عليه الميه لان هو سمكه حساسه جدا ممكن تتهري منك. بعد ما بنغسله كويس جدا ونشطفه، بعدين بنصفيه على كده مناديل مطبخ، وبنسلط عليه مروحه لمده ساعه او ساعتين لحد ما ينشف معاكي تماما ويبقى بالشكل ده. ما ينفعش نخلله خالص وهو مبلول لان هيبقى معاكي ريحته زفره جدا. لازم ينشف خالص كده. يبقى بصوا، يبقى ايدكم كده تمسكوه ما فيهاش ولا نقطه ميه. تمام. بعد كده تعالوا بقى نحضر الملح بتاعه. لكل كيلو سردين بياخد 4 معالق كبار من الملح، لا تقللي ولا تزودي عن كده، وخدي مني الطريقه وانتي مطمنه. معايا معلقه كبيره من البابريكا، نص معلقه كبيره من الشطه. هقلب كده الخلطه الحلوه دي مع بعض، وهجيب علبه لاستخدام مره واحده او علبه بلاستيك براحتك خالص مفيش مشكله، وهترشي لي فيها رشه ملح مع قرون شطه مجففه، وبعدين ترصي السردين راس جنب ديل بالشكل ده. وبعدين تحطي طبقه ملح تانية برضو حلوه كده، وبرضو ترصي لي الطبقه التانية راس وديل بس عكس يعني خلف خلاف. تمام. وبعدين بنحط برضو قرون شطه مجففه وشرايح ليمون تمنعنك الزفاره تماما وما تخافيش ما بتمررش. وبعدين بنغطيه بالزيت وبنقفله كويس جدا في مكان جيد التهويه في المطبخ عندك، في اي ضرفه كده ما بيطلعش لا ريحه ولا اي حاجه خالص. بغطيه كويس جدا بالبلاستيك راب، وبعد 3 ايام افتحي عليه. هم 3 ايام بس، ما تكتريش عن كده عشان لو زاد عن كده بينشف وبيقدد معاكي. ده نوع يا جماعه سردين مبرومه، او سردين بيتقال عليه موزه، او بيتقال عليه تونه. كل محافظه وبتسميه زي ما هي عايزه، بس هو احنا عندنا بنسميه سردين موزه. تمام. بعد 3 ايام بقى انا باخده كله وبنضفه على قد ما بقدر، بشيل السلسله اللي في النص والشوك الرفيع اللي في الجناب بالشكل ده. وبعد كده لو انا هاكل منه باكل منه في ساعتها. طبعا بنعصر عليه الليمون وشويه الزيت وبناكله في ساعتها. طب احنا عايزين نشيله يا شيماء؟ خلاص، هاتيلي برطمان نضيف ازاز او بلاستيك يكون نظيف، وبرده بنرص فيه السردين اللي متنضف وبنغطيه في الزيت وبنحطه في التلاجة لمدة 2-3 ما بيجرالوش اي حاجة، بس متغطي في الزيت ومتغطي بغطا محكم. لو انت عايزة تشيليه مدة اطول من كده يبقى شيليهولي في الفريزر برده متغطي بالزيت. والف هنا ودوقي بقى كده زبدة مربى حاجة كده في منتهى الجمال. جربوه وان شاء الله هيعجبكم كتير. كل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد عليكم بألف خير يا رب.